لا توكلت على الله. يا ألف أهلا بحبايب المصطفى في الكوكب كله، نوحد الواحد ونصلي على حبيبكم الهادي، وتعالوا نعمل مع بعض نوع سلطة قمة في الجمال يا جماعة واللذاذة، مفيد جدا جدا وصحي جدا جدا. الفاصوليا الخضراء بتتعمل بأشكال كتيرة جدا، اخترت منها النهاردة النوع الألذ والأشهر على الإطلاق. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل السلطة بتاعتنا، هتعجبكم جدا جدا جدا. يلا بينا. بسم الله. طبعا انا لو هعمل اي شغل بجهز خاماته الاول جنب منه، بالتحديد لو خضار او فاكهه بتقطع. عندي اهم حاجه في السلطه اللي معايا النهارده وهي الرئيسي فيها الفاصوليا الخضراء. في ناس كتيره جدا ما بتحبش تاكل الفاصوليا الخضراء في العموم، لازم تجرب السلطه دي عشان تغير رايها نهائيا في الفاصوليا الخضراء وطعمتها. طبعا عندي الفاصوليا الخضراء متقطعه زي ما انتم شايفين، تقدر طبعا تقطعيها احجام اطول او اقل من كده على حسب رغبتك. وعندي فلفل الوان اخضر اصفر احمر، عندي فاصوليا حمراء، وعندي ذره حلوه وكزبره خضراء مقطعه، وبصل احمر وابيض. يلا بينا نشوف الخطوه اللي بعد كده عندي واللي مهمه جدا جدا. في اي حاجه فيها بصل بعمل كده، لكن دلوقتي انا معايا الفاصوليا الخضراء. هحط هنا ميه سخنه، وحطيت معلقه سكر كبيره، معلقه ملح صغيره، معلقه خل كبيره. الميه هتغلي، هنزل الاول بالفاصوليا الخضراء اللي انا طبعا غسلتها بميه عاديه ونظيفه جدا. هتنزل هتاخد حوالي 30 ثانيه مش اكتر من كده، يعني يا دوب الميه بتغلي عليها اول غلوه. زي ما انتم شايفين كده، انا عايزاها تفضل لونها حلو زي ما انتم شايفين، لونها تحفه، لونها بيحلو جدا بعد ما تنزل في الميه بالسكر والخل. لونها بيفضل زي ما هو، ما بيتغيرش ابدا، بيفضل بالجمال ده طول ما انت شغاله بيها. كمان عايزاها تفضل فيها القرشه بتاعتها ما تتراش. فعشان كده هناخدها يا دوبك غلوه واحده في الميه وهنطلعها. ناخدها على ميه بارده، ميه من الحنفيه، مش لازم ميه متلجه. الحفاظ على لون الخضار ملوش علاقه بالميه المتلجه بالنسبه لي انا في شغلي وعن تجربه. المهم ذره السكر اللي في الميه هي اللي بتحافظ لي على بقاء الخضار بلونه كده مهما عاش عندك في الفريزر او استوى. كمان ذرة الخل في بعض أنواع الخضار مهمة جدا. ده خلاص الفاصوليا بتاعتي جاهزة وبردت تمام، هخليها على جنب. نفس الخطوات أو حتى نفس المية هعمل نفس الحكاية للبصل، مية سكر ملح خل. أقل ذرة الملح أقل حاجة ذرة صغيرة، والبصل زي ما انتوا شايفين يدوب بينزل المية المغلية أرفعه على طول، ونفس الطريقة هصفيه هو كمان تحت المية الباردة. طبعا خطوة البصل دي اختيارية جدا، انا بس بعملها عشان لو السلطة فضلت عندي زي ما قلنا قبل كده تفضل محتفظة بريحتها الجميلة ما تتغيرش. كده عندي الذرة الحلوة والفاصوليا الحمراء طبعا واخدين مواد حافظة ومعلبين، فطبعا لازم اغسلهم واصفيهم قبل ما استخدمهم. بما ان كده كل الخضار جاهز عندي، نروح يلا نجهز سوا الدريسنج بتاعنا. الواحد عايز ياكل اللوحة الفنية دي كده من غير اي حاجة. طبعا يكون له غطا محكم عشان اقدر ارجه كويس، واحط معلقتين كبار عصير ليمون، معلقه كبيره خل ابيض او خل تفاح المتاح عندك. ضيف دلوقتي معلقتين كبار عسل ابيض، وكمان معلقتين زيت زيتون. المهم الاتنين يكونوا نوعيه نظيفه، ده مهم جدا للسلطه بتاعتنا. كده هننزل بمعلقه ملح، وبعدين معلقه سكر. مهم قوي في السلطه اللي معانا، او فلفل اسود مجروش، يا ريت يكون مجروش، بيبقى طعمه احلى كتير من الفلفل الاسود الناعم. وهرج الكلام ده رج، هخضخضه يا جماعه خضخضه السنين. الدريسنج ده كل ما يترج كده المفروض يتضرب اصلا بهاند او حاجه، وكل ما بيمتزج ببعضه كويس بيديني سمك حلو قوي كده في الدريسنج بتاعه، وبيبقى متجانس كويس. سلطة الفاصوليا بقى من السلطات القليلة اللي بتحب تفضل في الدريسنج بتاعها فترة طويلة. كل ما فضلت في الدريسنج او بيتت فيه بتبقى طعمتها اكتر. كده لو حطيت دريسنج دلوقتي على السلطة ودقتيها بعد ساعة هتحس ان الطعم اختلف تماما. كل ما فضلت في الدريسنج اكتر ادى الطعم احلى، زي ما تكوني بتتبلي لحمه او فراخ، بتفضل كل ما بتعيش في التتبيله طعمها يحلو. بالظبط سلطه الفاصوليا من السلطات القليله زي ما بقول لكم اللي تحب تفضل في الدريسنج بتاعها كتير. في انواع سلطه تانية كتير لو تحط لها دريسنج تبوظ، تبقى عايزه تتاكل على طول. الفاصوليا مش كده، ودي من الحاجات اللي بتميزها ان انت ممكن تحطيها في علبه في التلاجة وتفضلي تاكلي فيها اسبوع عادي جدا، طعمها جميل جدا وحلو وما يحصلهاش اي حاجه. اخر اضافه طبعا عندي هنا كزبره الخضراء او بقدونس اخضر زي ما تحبي، لكن انا بحبها جدا بالكزبره الخضراء. تمام. اخر اضافه عشان تفضل فريش، والليمون والخل ما يدبلوهاش. وقلبها طبعا تقليب كويس، تحتفظي بيها بقى في علبه في التلاجة زي ما قلنا، تحطيها في اللانش بوكس للولاد.
جميلة جدا جدا. جربي تعمليها هياكلوها وهيحبوا وهيغيروا رأيهم في موضوع الفاصوليا الخضراء بالألوان اللي انت عاملاها والطعم الجميل جدا جدا المختلف. يعني الحقيقة سلطة مختلفة في طعمها وحلاوتها، والطعم بتاعها الحلو مع المالح جميل جدا جدا. هتعجبهم قوي قوي. اتمنى تقولوا لي رايكم في السلطه وفي الفيديو. اتمنى يعجبكم. تشرفوني بوجودكم معايا على القناه بالتعليق، بالاعجاب، بالاشتراك في القناه، برايكم في المحتوى. ارجوكم ارجوكم عايزه اعرف رايكم في المحتوى حتى لو سلبي زي ما قلت لكم، بس اسمع صوتكم في القناه واشوفكم منورين الدنيا عندي. في الله يا رب تحبوني قد ما بحبكم، او حتى جزء منه، وتنوروني وتشرفوني في القناه بالاشتراك والتعليق والاعجاب اذا كنت استحق وجودكم المشرف معايا. استودعتكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.